كنت بعاني من قولونية مخروطية في عيني الاتنين. وكان عندي النظر ضعيف، وكنت كل شوية بغير نضارة، ومكنتش بقدر أشوف كويس من عيني، وعيني دي اتدهورت اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي رحمة عاطف من سوهاج. أنا شغالة تمريض في مستشفى الهلال بالتأمين الصحي في سوهاج. كنت تابعة مع الدكتور هشام محمد غريب لعملية زراعة قرنية. أنا كنت بعاني من قولونية مخروطية في عيني الاتنين. وكان عندي النظر ضعيف، وكنت كل شوية بغير نضارة، ومكنتش بقدر أشوف كويس من عيني، وعيني دي اتدهورت اليمين. وتابعت مع الدكتور هشام، والحمد لله عمل لي عملية زرع قرنية في عينيا. والعملية الحمد لله كانت بسيطة وكانت سهلة، وخدت فيها تخدير موضعي. والحمد لله دلوقتي النظر بها أحسن وتحسن مستمر مع المتابعة. ومشيت على كل التعليمات اللي الدكتور هشام قال لي عليها. والحمد لله دلوقتي التحسن بقى كويس، ونظري بقيت بشوف بيه يعني الحمد لله أحسن ما كنت بشوف الأول. ودينا تحت المتابعة إن شاء الله. انا بدات اشكي من عينيا وان هما واجعيني، وان مش بشوف بيهم كويس، ومش بشوف بيهم حاجات البعيده. وعلى مدار الوقت طبعا برضو بدات النظر عندي يضعف وكده، فبدات اتابع بقى. فاكتشفت ان انا عندي قرنية مفرطية. فجيت هنا في مصر للدكتور هشام، فتابعت معاه. والحمد لله دلوقتي احسن بكتير بعد العمليه طبعا. أنا خدت تخدير موضعي وما حسيتش بالعملية نهائيا، حتى بعد ما خفيت يعني الألم كان يعني شبه بسيط، لأن أنا أستحمله عادي خالص. ومشيت على القطرات وعلى المرهم وعلى العلاج اللي كتبهولي، والحمد لله. أنا عاملة عملية بقالي شهر، لا شايفة أحسن بكتير خالص، تقريبا 6/12. إن هي ما تسيبش نفسها، إن هي مراحلها توصل للمراحل المتأخرة عشان خاطر ما توصلش للزراعة القرنية. وإن هو البني آدم لو اكتشف إن عنده قرنية مفرطية من الأول، يبدأ إن هو يعالج فيها من أول مراحلها عشان ما يوصلش للزراعة القرنية. شكرا دكتور هشام، تعبت حضرتك، تسلم ايدك، من الدكاترة الشاطرة المحترمة. الذوق اللي بيسمع، اللي بياخد ودي معاك في الكلام. بيحاول يوصلك المعلومة على قد ما بيقدر، بيديلك فرصة ان انت تسأل وتستفسر. يوصل لك كل المعلومة على قد ما هو يقدر، ان هو انت خليك تقدر تستوعبها بالمستوى اللي فهمك يقدر يوصل ليه. ودكتور بسم الله ما شاء الله من الدكاترة الشاطرة الممتازة، اللي بجد بجد تسلم ايدك، بجد بجد يا دكتور هشام.